السلام عليكم. هخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. السؤال هو: هل ممكن اعمل فلوس كتير من مهنة المحاماة؟ يعني هل انا كمحامي ممكن يدخل لي ملايين ويدخل لي فلوس كتير جدا عن طريق شغلي كمحامي؟ الاجابة باختصار شديد جدا: ايوه، ممكن يدخل لك فلوس كتير جدا، ملايين، عن طريق عملك كمحامي. طيب ازاي ومين اللي بيدخل له الفلوس دي؟ ده اللي احنا هنوضحه ان شاء الله في الفيديو ده، وهنوضح ليه في محامي بيخش له ملايين ومحامي تاني يعني يا دوب بيغطي قوت يومه. ايه الفرق ما بين الاتنين وازاي نوصل احنا للمرحلة الاولانية ان احنا يكون بيخش لنا مبالغ كبيرة جدا من المحاماة؟ هنقسم الموضوع ده لخطوات، يعني خطوة خطوة كده نقول هنعمل ايه. اول خطوه: انت دلوقتي محامي وفتحت مكتب محامي، بدا يجي لك شغل، انت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتبدا تتخصص في مجال معين وتعلن عن نفسك فيه وتكون متميز فيه. طيب عشان ما ادخلش في النقطه بتاعت هل اتخصص ولا اشتغل بشكل عام، انا ليا راي في الموضوع ده ولكن مش هوضحه في الفيديو ده. لكن ولنفترض ان انت مش ناوي تتخصص، ناوي تشتغل بشكل عام. على الاقل خلي عندك جزء معين تكون متميز فيه، يعني مثلا هتكون متميز في الاسره، او هتكون متخصص مثلا في القضاء الاداري، تمشي بقاعده اعرف عن كل شيء شيء واعرف عن شيء كل شيء. طب ازاي؟ يعني مثلا هعرف عن القانون الجنائي، هعرف عن القانون المدني، ولكن هتخصص في الأحوال الشخصية، هبدأ أعرف عنها حاجات كتير جدا. طيب ايه مميزات الموضوع اللي احنا بنقوله ده؟ يعني احنا بنقول التخصص ايه فايدته؟ على عكس ما بتسمع من ناس كتير جدا هيقولوا لك انك لو ما تخصصتش هيجي لك فلوس كتير لانك بتكون بتقبل عدد قضايا اكبر. ولكن هوضح لك الجزئيه دي: اللي مش متخصص، اللي بيشتغل بشكل عام، بيشتغل في كذا فرع من فروع القانون، بيتعرض عليه قضايا وقضايا كتير جدا، وهنفترض معاك ان هو اكتر من المحامي المتخصص. ايه القضايا اللي بتتعرض على المحامي اللي مش متخصص؟ القضايا اللي ما فيهاش فلوس كتير، يعني مثلا جنحة ضرب عادية أو إيصال أمانة عادي، عادي هروح أوديه، أنا كموكل هروح أوديه لمحامي، مش شرط إن هو يكون متخصص. المحامي بيشتغل عادي كل حاجة. أو مثلا دعوة، برفع دعوة مدنية، بطالب مثلا ليه حقوق مثلا 50,000 60,000، مش رقم كبير، هوديه برضه لمحامي مش متخصص عادي. طيب ما هو القضايا دي أصلا إن أنا هوديها أنا كموكل، اللي هوديها لمحامي مش متخصص أتعابها أصلا هتكون مش كتير. ولكن لو أنا كموكل عندي قضية كبيرة جدا، عندي مثلا لو في الجنائي قضية قتل، هوديها لمين؟ هوديها لمحامي جنائي، وهي دي القضية اللي فيها فلوس. لو مثلا قضية دعوة مدنية، أنا هرفع دعوة مدنية بطالب بيها بحقوق ومستحقات تعدي الملايين، هروح لمحامي عام ولا هروح لمحامي متخصص؟ فاذا انت وانت بتشتغل محامي بشكل عام بيجي لك فعلا قضايا كتير، ولكن القضايا اللي بتبقى كبيره جدا او اللي بتكون حساسه جدا بتروح للمحامي المتخصص. طيب انهي فيهم اللي بيكون فيه فلوس؟ اكيد 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 القضايا الكبيره اللي هتروح للمحامي المتخصص. فانا بقول لك حتى لو مش ناوي تتخصص في فرع معين من فروع القانون، خليك متميز، على الاقل خليك متميز في جزء، في فرع. دي اول ميزه من التخصص. طيب الميزه التانيه ايه؟ انك هتعرف تتعلم بسرعه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو النهارده بتعلم جزء من الجنائي، بكره جزء في الاسره، بعد بكره بتشتغل في القضاء الاداري، محصلة الشهر مش هتكون جمعت معلومات كتير جدا في فرع واحد. ولكن انا لو حتى بلم عن كل فرع جزء، ولكن في جزء انا كل يوم لازم اقعد اتعلم فيه حاجه. يعني مثلا انا مثلا هتخصص في القضاء الاداري، انا كل يوم بقعد اقرا في الجزئيه دي، اذا في نهايه الشهر هكون حصلت معلومات كتير جدا في الجزء اللي انا بقيت مبدع فيه. دي تاني ميزه. فاحنا قلنا دلوقتي ميزه التخصص ان هو اول حاجه هينجزك في الوقت ان انت تتعلم اكتر فيه، والميزه التانيه ان المتخصص هو اللي بيجيله القضيه الكبيره. زي ما فهمنا اللي عنده قضيه كبيره هيوديها لخبير مختص، خبير مختص هو المحامي اللي بيشتغل في الفرع ده ومتميز فيه. طيب وتاني حاجه، انا خلاص دلوقتي اتخصصت وبقيت متميز جدا في الجزء ده، الخطوه التانيه انك يكون عندك صبر. هصبر على ايه؟ هتصبر على حاجتين:
الحاجة الأولانية اللي هتصبر عليها هي إنك تصبر إن أنت تتعلم، يعني تاخد وقتك إن أنت تصبر إن أنت كل يوم قاعد بتعلم نفسك، ما تنتظرش إن أنت المكتب ده بيدربني وأنت لأ، علم نفسك أنت من جوه المكتب، ابدأ طور من نفسك. فأنت صبرت على إن أنا أتعلم، هصبر على إيه تاني؟ هتصبر على اختيار الموكل، ان انت مش كل قضيه هتجيلك هتقبلها، لا انت في قضايا يبقى عندك القدره ان انت هتقول عليها لا، وهتصبر لما هترفض بعض القضايا في الاول، ان انت ممكن تكون في الاول محتاج القضايا دي. عايزه اوضح الجزئيه دي، انا دلوقتي عارفه ان في ناس بتكون متخرجه وبتكون عندها التزامات ماديه وعندها مسؤوليات، فانا دلوقتي مش واحده جايه من المريخ بقول لك اصبر حتى لو انت في الاول هترفض، حتى لو انت في الاول هتضغط نفسك وهكذا، لا انا عارفه ان في ناس عندها الالتزامات دي وعندها مسؤوليات عايزه تأديها، لكن انا بقول لك انت بتبني نفسك، بتبني خبره. يعني انت دلوقتي لو رحت اتدربت في مكتب وقعدت بقيت ملتزم في المكتب ده، انت بتاخد راتب شهري، بقت وظيفه بالنسبه لك، حتى لو رحت في مكتب بيدي مرتبات عاليه مش هتعرف توصل للرقم اللي في دماغك بعد فتره طويله. قلنا دلوقتي ان انت شغال موظف بقالك 10 سنين موظف، بعد ال10 سنين دي حتى لو بتجتهد وشغال على نفسك في خلال ال10 سنين دول في الوظيفه، هتكون بيخش لك كام بعد 10 سنين من الوظيفه ايا كانت هي الوظيفه، يعني حتى سواء الوظائف العاليه سواء في الهيئات او في الجامعه، انت بعد 10 سنين هيخش لك كام من الوظيفه، هيكون بيخش لك كام راتب شهري من الوظيفه دي. ولكن لو انت عندك عمل حر، مش شرط المحاماه، ولكن لو انت عندك عمل حر، انت دلوقتي واحد عندك عمل حر وبقالك 10 سنين شغال، فاصبح عندك خبره بقالها 10 سنين، اللي شغال بقاله خبره 10 سنين شوف هو هيكون بيدخل كام، وشوف اللي شغال موظف بقاله 10 سنين بيدخل كام، بشرط طبعا زي ما احنا قلنا انك هتكون بتطور من نفسك طول ال10 سنين دول، يعني انت مش تقول انا شغال بقالي 10 سنين في عمل حر ومش عارف، لا ما انت عملت ايه طول الفتره دي. فعشان كده بقول لك انت هيبقى عندك صبر، ان انت ممكن في الاول الدنيا تبقى صعبه معاك شويه والدنيا تبقى مزنقه معاك شويه، فحاول تبني سمعة احترافية، حاول تعمل نظام للتعامل مع الموكلين، كل ما النظام عندك كان واضح كل ما ده هيبني بينك وبين الموكلين ثقة، وده بيكون عن طريق انك تعمل نظام في التعامل في الاتعاب، نظام في متابعة القضايا، وبالتالي انت عملت نظام كويس فبنيت ثقة، فطبيعي هتعرف تطلب الاتعاب اللي انت عايزها وتعرف ساعتها توصل للي انت بتحلم بيه. ابدأ اشتغل على نفسك، المحاماة مش مهنة قليلة، المحاماة كنز، اعرف ازاي تستغل الكنز ده. طيب ايه، هل ممكن ما اخدش اتعاب خالص في القضية؟ ده لما يكون العمل لوجه الله، ودي تفرق عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه في الفيديو. اخر خالص هي ارزاق، وربنا يرزقنا كلنا جميعا، بتمنى لكم جميعا التوفيق.